رحت اشتريها لقيتها ب80 جنيه عند بلبن. يا سلام، واشتريتها وافتح العلبه الاقي حبه صغيرين مش مكملين. طب والله لا بال80 جنيه دول عامله كميه اكتر من بلبن واحلى واطعم، وما اقولكوش على الامانه والنظافه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي نعمل معاكم. معانا نص كوبايه من الرز هنغسلها كويس، هنحطها في الحله بتاعتنا، هننزل عليها بكوبايتين ميه، واول ما تتسلق معانا هننزل بكيلو من الحليب عليها على طول، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه. هنقلبهم كويس، واول ما يسخن هننزل عليهم بكوبايه ونص من السكر وهنقلب كويس. هنجيب بقى معلقتين من نشا كبار كده مليانين، هننزل عليهم بربع كوبايه من الميه ونقلبهم كويس، وهننزل بقى بكيسين فانيليا حلوين كده معانا في الحله بتاعتنا، ونقلب بقى الرز بتاعنا لحد ما نشوف القوام هيتقل ولا لا. حسينا ان القوام لسه خفيف شويه، رحنا نازلين برده بمعلقه كبيره من النشا مليانه وعليها معلقتين من الميه وقلبناهم. القوام بتاعنا بقى كده زي الفل. هنعمل بقى الكنافه بتاعتنا. ربع كيلو كنافه كان عندنا في الفريزر طلعناه، نزلنا عليه بمعلقه سمنه كبيره ودعكناهم كويس مع بعض، حطيناهم في الصينيه بتاعتنا واحنا مشغلين الفرن من قبل كده بقى، دخلناها الفرن. هنعمل بقى جلاش. دي نص لفه جلاش برده بقى عندنا في الفريزر، ومعانا معلقتين سمنه كبار. هنلف بقى الجلاش ورقه ورقه كده، النص لفه دي سمبوكسات كده زي المكشكشه بالظبط. هنفضل نلف فيها لحد ما نملى الصاج بتاعنا كله. الصاج بقى بتاعنا خلص بالشكل ده. هندهن السمنه بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم والله عجبت الولاد جدا، عجبتهم جدا جدا، يعني طاروا بيها طير. دهنا بقى السمنه بتاعتنا كده وخلصنا الجلاش. هندخله بقى مع الكنافه في الفرن. وهنعمل بقى الكيكه بتاعتنا. الكيكه بتاعتنا زي اي كيكه عاديه خالص، مش عايزين تكاليف عشان الناس والدنيا بقت زحمه على الناس قوي. معانا 2 بيضه هننزل عليهم بكوبايه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الفانيليا السايله. ما عندناش فانيليا سايله ننزل بكيس فانيليا ماشي. كوبايه حليب بعد ما نضرب كويس. احنا اكتشفنا ان احنا ما عندناش زيت، فاحنا حطينا معلقتين سمنه كبار سيحناهم وحطيناهم. ومعلقه كبيره بقى نجيب بقى المواد الجافه بتاعتنا بقى. كوبايتين دقيق نخناهم كويس، هننزل عليهم بمعلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح. تمام كده خلصنا. هننزل بقى بالخليط السائل بتاعنا ونقلب الخليط كله مع بعضه. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا الجميله دهنينها دهنه من السمنه، ما احنا قلنا بقى ان احنا ما عندناش زيت. دهناها. ننزل بقى بالخليط بتاعنا، هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 الرف التحتاني. اول ما نحس ان هي استوت هنشغل الرف الشوايه على طول. الجلاش والكنافه خلصوا بالشكل كده الجميل اللي احنا شفناه ده. هنعمل بقى صوص الشوكولاته. معانا بكوين بسكوت الساده، اي نوع بسكوت متوفر عندنا. معانا نص كوبايه سكر بودره، ربع كوبايه كاكاو خام، معانا نص كوبايه لبن بودره، معانا معلقتين كبار زبده، ومعلقه من نسكافيه سريع الذوبان. تمام بالشكل الجميل ده كده. وكوبايه من الميه السخنه حطينا. الله اكبر. حطينا بقى كوبايه الميه السخنه بتاعتنا وضربنا الخليط بتاعنا كويس. عندك اي نوع شوكولاته اي نوع. انا حطيت شويه شوكليت شيبس كده كانوا عندي، حطيتهم عشان صوص الشوكولاته. الصوص دوت يا جماعه ينفع للتورت، ينفع نوتيلا لانه بيتقل بعد كده، القوام بيتقل معانا. ينفع للحلويات. مش عايزه اقول لكم الصوص ده تحفه جدا. ده الصوص اللي انا بعمله ده مناسب اي جميع تورت. تمام. هنجيب بقى الكيكه بتاعتنا اما خرجت بقى من الفرن بالشكل ده كده، اتلسعت مننا سنه بسيطه. هننزل عليها بقى بنص كوبايه حليب احنا حطيناها لها قبل ما نوريها لكم. وهنجيب بقى المكونات بتاعتنا. الطبق بتاعنا حطينا فيه شويه من الرز بلبن، وهننزل عليه بقطعه من الكيك بتاعتنا، وهنحط بقى شويه من الكنافه وشويه من الجلاش زي ما احنا شايفين كده. كان عندي بقى صوص كريمه يعني، حطاه في التلاجة، طلعته زينت بيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زينت بقى بالشوكولاته شايفين. بصوا ادي واحد، وهنعمل برضو التاني اهو بنفس الشكل اهو. مش عايزه اقول لكم والله تحفه تحفه وجميل جدا، والنظافه وضامنين الجوده في البيت. ادي العلبه اللي احنا جبناها وانا غسلتها وقلت هحط فيها برضو مش هسيبها.
حطينا شويه رز بلبن وحته كيكه وشويه جلاش وكنافه، وهنزينها بقى بالشوكولاته بتاعتنا. وزودت انا بقى بالشوكولاته عشان هما كانوا بخلانين عليا بالشوكولاته. حاطين لي معلقه، انا بصوا حاطه قد ايه كميه جميله جدا. بصوا الشكل بقى النهائي بتاعها ما اقولكوش والله، وعجبت الولاد جدا جدا، مش عايزه اقول لكم على طعمها. مش عايزين بقى ننسى اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي، ده حياتي وده شغلي. اي حاجه نعملها في البيت ضامنينها وضامنين جودتها. بحبكم في الله.